وقد سبي عرض الحسين مرة أخرى. في رواية معروفة أن يزيد يوما من الأيام عندما دخلت عليه زينب أراد أن يضرب زينب بأبي وأمي بعصاه بمنسأته عندما ردت عليه، وقام طفل من أطفاله كان جالس إلى جنبه وقبض على يده، قال: لا يا أبا لا تضربها. قال: لماذا لا أضربها؟ قال: لأنك عندما أردت أن تضربها التفت الرأس إليك، رأس الحسين. والآن الحسين في كربلاء ينتظر منا الغيرة، وينتظر منا المروءة، وينتظر منا الشهامة، وينتظر منا أن نقف وقفة حق لندافع عن عرضه، عن عرض الحسين، وعن قيمة الحسين، وعن هيبة الحسين، وعن شموخ كربلاء. زينب عندما كانت واقفة عند يزيد قالت له: اعهد عهدك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا، وهل رأيك إلا فلك وأيامك إلا عدد. وقالت له قولتها المعروفة: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وسبيك بنات بنت رسول الله. وقالت له: ألا فالعجب كل العجب لقتلك حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. نحن مؤمنون أننا حزب الله، وأننا ندافع عن عقيدة زينب، وعن فكر زينب، وعن قيمة زينب، وعن عرض زينب. ولذلك فإننا لسنا نادمون على الشهادة، ولسنا نادمون أن سالم الغنامي رفع راية لأهله وعشيرته ولأهل منطقته ولأهل محافظته ولأهل بلده، رفع راية يوم القيامة، وأنا على يقين أنه سيشفع لكم جميعا وسيدخلكم جميعا الجنة إن كنتم سائرون على نهجه وعلى طريقه وعلى طريقته. نحن لسنا نادمون، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا للشهادة، ونسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا أن نستشهد في طريق الدفاع عن عرض رسول الله، عن زينب العقيلة. ما أردت أن أقوله لكم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. إنما أعظكم بواحدة، القرآن يقول: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. الناس هنا يحترموننا، والحكومة حكومة شيعية، ولو كان الضابط الموجود هنا وهابي أو تكفيري لما سمح لكم أن تدخلوا، لأنه شيعي ولأن عنده غيرة على المذهب وعلى الدين. ونحن إن شاء الله بهمة الله وبحق محمد وآل محمد وبشفاعة الشهداء إن شاء الله سنبقي هذه الدولة، نحافظ عليها حتى ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه. لبيك يا واثق البطال، لبيك يا واثق البطال. إذن من أجل أن نحافظ على الحكومة، على الدولة، على مؤسسات الدولة، يجب أن نلتزم بالأوامر والتوصيات، من غير الله أن نستغل تساهل الأخوة هنا في المعبر معنا استغلالا سلبيا. في يوم من الأيام كانت الجمهورية الإسلامية من هذا الموقع تقاتل، وكنا نذهب لنقاتل أبناء جدتنا. الآن بحول الله وبقوته وبهمة الرجال وبهمة المجاهدين أمثال سالم الغنامي تحول المعبر في شطرين، في شقين، إلى معبر مجاهدين. أنتم الآن مجاهدون في هذا الجانب وهم هناك مجاهدون، وإن شاء الله سنوحد المذهب وسندافع عن المذهب وسنحمي المذهب حتى ظهور القائم سلام الله عليه. نحن على يقين أنه قريب الظهور، نحن على يقين أن الذي نقاتله في سوريا هو جيش السفياني، على يقين، مؤمنون بذلك. حدثنا كثير من المرجعيات وشهدت المرجعيات بأن الذي يقاتل الآن لضرب النظام السوري في سوريا هو جيش السفياني. ونحن من غير الله أن ننتظر هذا الجيش المارق، هذا الجيش الكافر، هذا الجيش اليهودي، ننتظره هنا من أجل أن يعتدي على أعراضنا وعلى بيوتنا وعلى دمائنا، من غير الله.
المفروض أننا نتوجه إليهم ونقاتلهم هناك. البعض يقولون أنه ليس من الصحيح أن تقاتل خارج حدود السيدة زينب، تقاتل في القصير مثلا أو في حلب أو في... أنت تقاتل عدوك أينما در قرنه، أينما خرج العدو يجب أن نقاتله ويجب أن نقضي عليه، وشهداؤنا إلى الجنة وقتلاهم إلى النار. أينما وجد الوهابي يجب أن نقاتله، أينما وجد، أينما رفع رأسه، أينما شهر سلاحه يجب أن نقاتله، لأننا على نهج محمد وآل محمد وعلى نهج الحسين وعلى خط أهل البيت سلام الله عليهم. فهذه الحكومة إن شاء الله ستبقى إلى ظهور الإمام سلام الله عليه، ونحن نقاتل الآن جيش السفياني ومؤمنون أن الجيش السفياني سيأتي، لكن لا نقاتله في ميسان، سنقاتله خارج ميسان إن شاء الله. سنقضي عليه وسنبايع الإمام سلام الله عليه في الكوفة، والوقت قرب كثيرا. نحن مؤمنون أننا قريبون جدا، المسألة مسألة أشهر بعد أن كانت مسألة سنوات. ما أطلبه منكم هو أن لا تشروا السلاح وأن لا تطلق النار هنا في المعبر. خارج المعبر أطلب منكم، أتوسل إليكم خصوصا في المنطقة، في منطقته، أطلب منكم أن ترموا بقدر ما تستطيعون، لأن سالم الغنامي كان مظلوما من قبل البعثيين إلى أن استشهد. كان البعثيون قد أقاموا عليه الدعاوى الباطلة غير الواقعية، قاموا عليه دعاوى ظلم وبهتان لأنه مجاهد، ولأنهم يعلمون أنه مجاهد. حاربوه من خلال القانون، والآن علينا أن نرفع لسالم الغنامي راية، وهذه الراية لن تنتكس إن شاء الله حتى ظهور الإمام سلام الله عليه. خارج المعبر أنتم أحرار فيما تتصرفون، إلى بيته يشيعونه، من استطاع أن يشيعه للنجف فبها ونعمت، لأن تشييع المؤمن كفارة للذنوب. والله سبحانه وتعالى عندما يعد أحدا بالفتح، عندما وعد النبي صلى الله عليه وآله بالفتح وعده بالمغفرة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نحن نعلم أن النبي ليس له ذنب، ليس عنده ذنوب. المغفرة للأمة، وكل من يسير على خط أهل البيت فهو مغفور الذنب إن شاء الله. خارج المعبر، يعني في داخل المعبر، نريد أن تحترم الحكومة، تحترم هذه المؤسسة الشريفة، يحترم الضباط الذين في المؤسسة. خارج المعبر شيعوه بما يستحق، في المنطقة، في منطقته شيعوه بما يستحق. وصلى الله على محمد.